بيان صادر عن مؤتمر ستار وجميع التنظيمات النسائية في الحسكة حول الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المدنيين والنساء في تل عيران وتل حاصل. ندين وبأشد العبارات ما شهدته بلدتا تل عيران وتل حاصل في ريف حلب الشرقي من عمليات مداهمة واعتقالات وما رافقها من اعتداءات على المدنيين ولا سيما النساء وكبار السن، في مشاهد تعيد في الأذهان سنوات من الألم والانتهاكات التي عانى منها السوريون بمختلف مكوناتهم خلال سنوات الحرب. إن الاعتداء على النساء وإهانتهن بممارسة العنف بحقهن تحت أي ذريعة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقيم الأخلاقية والقوانين التي تكفل حماية المدنيين، ويشكل اعتداء على كرامة المجتمع بأسره. فالمرأة ليست هدفا في النزاعات، بل هي صانعة للحياة وحاملة لذاكرة الأرض وحارسة للسلم الأهلي، وأي انتهاك بحقها هو انتهاك لمستقبل سوريا ولإرادة العيش المشترك. إن ما جرى في تل عيران وتل حاصل لا يمكن فصله عن ذاكرة مثقلة بالانتهاكات التي عاشتها هاتان البلدتان واللتان دفعتا أثمانا باهظة من دماء المدنيين والتهجير القسري وفقدان الأمن والاستقرار، وإعادة إنتاج مشاهد العنف بحق السكان وخاصة النساء لا تؤدي إلى تعميق الجراح وزعزعة الثقة وتهديد فرص الاستقرار التي يتطلع إليها السوريين جميعا. كما نعبر عن بالغ قلقنا من استمرار الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في عدد من المناطق السورية سواء في الساحل أو الجنوب أو شمال سوريا، الأمر الذي يؤكد أن العنف ضد المدنيين ما يزال يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد، ويقوض أي جهود لبناء دولة ديمقراطية تقوم على العدالة والسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يتطلع فيه السوريين إلى طي صفحات الحرب وإرساء الأمن والاستقرار، لا يمكن القبول باستمرار أي ممارسات تنتهك حرمة المنازل أو تمس كرامة النساء أو تبث الخوف بين المدنيين. إن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر القوة والعنف، بل عبر احترام القانون وصون الحريات وحماية الإنسان دون أي تمييز. وانطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية نطالب بما يلي: أولا، فتح تحقيق مستقل والشفاف في جميع الانتهاكات التي رافقت العمليات الأمنية في تل عيران وتل حاصل وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المدنيين وخاصة النساء وكبار السن وعدم الإفلات من العقاب، الإفراج عن جميع المحتجزين الذي لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية وضمان احترام الأصول القانونية وحقوق المحتجزين، حماية المدنيين وصون حرمة المنازل وضمان عدم تكرار أي ممارسات من شأنها تأجيج التوترات أو تعميق الانقسامات المجتمعية، التزام جميع الجهات بمبادئ القانون الدولي لتحقيق الإنسان والعمل على تعزيز السلم الأهلي والحوار بوصفهما الطريق الوحيد لبناء سوريا ديمقراطية تعددية، التزام جميع الجهات بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على تعزيز السلم الأهلي والحوار بوصفهما الوحيد لبناء سوريا ديمقراطية تعددية. ونؤكد أن كرامة المرأة ليست قضية تخص النساء وحدهن، بل هي معيار لكرامة المجتمع بأكمله، وأن أي اعتداء على أي امرأة سورية أيا كان انتمائها القومي أو الديني أو السياسي هو اعتداء على قيم الحرية والعدالة التي نناضل من أجلها. كما ننجد تضامننا الكامل مع النساء اللواتي تعرضن للأذى مع جميع المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة الخوف والعنف، وندعو القوى الأمنية والمنظمات النسائية والحقوقية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى رفع صوتهم رفضا لهذه الانتهاكات والعمل المشترك من أجل وقفها وترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة وبناء سوريا آمنة لجميع أبنائها تقوم على المساواة واحترام التنوع وصون الكرامة الإنسانية. التنظيمات النسائية في الحسكة 1 من تموز 2026. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.